والكلام ده حصل امتى يا معلمين؟ امبارح بالليل والرجاله بتسلك البضاعه، الحكومه خفشت عليهم ولمتهم كلهم يا معلم. ستر ربنا ان احنا الثلاثه ما كناش معاهم. ده حد وزع علينا بقى. لا يا حاج، دي كان شكلها حمله كبيره قوي، وفي رجاله كتيره غير رجالتنا كمان اتقبض عليهم. امال هنوصل البضاعه ازاي لشيح؟ ما تقلقش يا معلم، انت سلمنا البضاعه واحنا ان شاء الله هنوصلها له بالسلامه. انت غبي ياض، افرض حد من العيال اللي اتقبض عليهم قر وانتوا الثلاثه صلاه النبي في مشتبه. يا حاج ما فيش حد من رجالتنا يعمل كده. خلينا في امان. طب ايه، نأجل التسليم؟ لا ما ينفعش، البضاعه هنا في خطر، لازم نخرجها النهارده من البيت، وانا كمان مش هبات في البيت النهارده. طب لا مؤاخذه يعني يا حاج، البضاعه هتخرج ازاي؟ احنا عايزين نسلم البضاعه لشيحه مع حد بعيد عن الليله خالص، وحبايبنا ما يشكوش فيه ولا لحظه. بس هجيبه منين ده؟ يا صديق، امرني يا حاج. العيال بتوع الزباله عندك؟ انا طالع لهم اهو. قول لهم الحاج عايزكم. حاضر يا حاج. وايه اللي في دماغك يا حاج؟ اللي فيه الخير يقدمه ربنا. هات يا عم صديق. خدهم وخشوا مكلمهم الحاج. خير يا عم صديق. ما اعرفش، هو قال لي اناديلكم. شكلها كده فيها تحكيمه حلوه. تعالى. كده هيحضروا التسليم يا حاج، يعني ممكن نتكشف قدامهم، ودي عيال مش مننا ولا نعرفهم. بعد ما تسلموا البضاعه كفنوهم. على البركه يا حاج. خد، روحوا طلعوا البضاعه واعملوا اللي قلت لكم عليه. يلا. امرك يا حاج. السلام عليكم يا حاج. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيكم يا رجاله؟ الحمد لله تمام. انا طالب منكم خدمه يا رجاله. خدمه اللي انت عايزه يا حاج. انا عندي مخزن، العيال لا مؤاخذه كانوا بينضفوه، طلعوا منه بقى زباله وشويه ورق، وانا عايز انقلهم. قلت بدل ما اجيب عربيه من هناك انتوا اولى وتسترزقوا. قلتوا ايه؟ اللي انت عايزه يا حاج من غير اي حاجه. دول 2000 جنيه ماشي؟ بس كده كتير يا حاج. ربنا يخليك لينا يا حاج يا عسل. دلوقتي تتوكلوا على الله، تروحوا المخزن وتعملوا اللي انا قلت لكم عليه. طب نستأذنك احنا يعني يا حاج نروح نفضي الحموله اللي معانا ونرجع لك بالعربيه على طول. لا ما ينفعش، مفيش وقت، وبعدين هي كلها حاجات بسيطه اللي هتشيلوها، ما تخافش. اصل احنا خايفين العربيه ما تشيلش يعني. يا سيدي روح شيل اللي تقدر عليه، ولو ما شالتش نعمل حموله تانية بسعر تاني. سعر تاني؟ لا خلاص يا حاج اللي تشوفه. طب المخزن فين طيب؟ مسعود هيدلكوا على الطريق. والنبي يا ريت مسعود يمشي ورانا عشان نعرف الطريق. لا مؤاخذه يا حاج، يعني احنا هنمشي ورا مسعود ونعرف الطريق. يلا. كان قصدي كده. كان قصدي كده. يلا يا اخويا. امشي. اتفضل.